حجز ليا في واحد الاوتيل في تقسيم. ملي خرجت من العمليات ما رجعنيش لذاك الاوتيل، ثاني لواحد المكان اللي هو اكثر من رائع، والفيو ديالو كان خطير لاني كنت محتاجه لذاك المنظر، محتاجه للهدوء. كانت اقامات سكنيه فندقيه طبيه 5 ايطوال 5 ستار 5 نجوم. فاداني الاوتيل الاخر، جمعت حوايجي وخرجوني، اداني الاقامه الثانيه اللي كانت عن عباره، انا غادي نحط لكم ستوري وتشوفوا، كانت عباره عن المهم رجعت اسطنبول لاني كان خصني ضروري نرجع باش نركب الفم ديالي. ملي رجعت نرجع لكم ديال انه منين درت الحادثه لقيت اللي كانوا كيقلبوا الطوموبيل، تقلبات الطوموبيل وانا فيها لانه ما عرفوش يجبدوني. الفك هذا ضرب ليا مع الفونو. فمنين داروا لي الراديو لقاو عندي داك العظم الفوق طلع فسناني بق طاحوا. حتى من هذا الناب هذا يلا بدات كتنجر فيه وبدات يتزعزع. فاذا كلشي تحيد، خصني ندير الزار. فانا راني دايره الزرع، ما علينا، كان خصني نرجع باش نركب. فعلا رجعت. اول خطوه درت انا ونوفل، وهنا المفاجاه اللي غنقول لكم، انني درت انا وياه عقد. كل العمليات اللي درتها انا تخلصت عليها، وهادشي اللي كنقول لكم راه عندي فيه عقد، وعندي فيه عقد مسجل محامي اللي كيضمن لي حقي وكيضمن له حقه. انا خديت مقابل ديال 13 مليون، سلمتها وسنيت عليها، وبيننا عقد قانوني بيني وبين نوفل. تقدروا تسولوا نوفل، وانا غادي نحط لكم غير واحد الجزء من العقد اللي درت انا وياه، وتسلمت منه مبلغ ديال 13 مليون اللي درت به العمليات كاملين في اطار القانون، باش نبقاو انا وياه خوت بلا صداع بلا غوت، نبقاو قانونيا. اشهار تخلصت فيه، درت عمليات. المهم قسما بالله العلي العظيم وهاد النعمه هادي 13 مليون محطوطه في العقد، 13 مليون محطوطه في العقد. سنين العقد بحضور باش نركبها ونركب الاخرين اللي بلاصه الزرع. وهذه النتيجه النهائيه ديال الفم. درجه البياض انا اللي اختاريتها، انا اللي اختاريت الشكل ديال الجسم ديالي، والدكتور كان مساندني وكان موافقني وقال لي انت ما محتاجه ديري شي حاجه اوفر، ما كاينش داكشي اللي زياده بزاف وداكشي معيق. كل شيء الامور دازت بخير وعلى خير. جا النهار اللي ركبت فيه فمي، شديت الطياره معززه مكرمه وجيت كما دوز ديك الفتره كلها معززه مكرمه. العمليات دازوا بخير وعلى خير. هنا غادي نجيو ما بعد العمليات. جيت المغرب، ملي جايه بعدا عطاني نوفل، عطاني داك المشهد الثاني، لاني كنت مازال لابسه المشهد الطبي. من بعد ما كديري عمليات الشد والشفط والنحت وما الى ذلك، خاصك ضروري انك تخلي المشهد على الاقل 8 الاسابيع، المده اللي كيحدد لك الطبيب. انا الطبيب حدد لي 8 الاسابيع. 8 الاسابيع انا ما حيدتش المشهد الطبي، ما حيدتوش، بقيت لابسه. كنحيدو ملي كنبغي نسواني كنعاود نلبسو، كنعس به صافي ولفتو. في عقلي صافي انايا متخليه الدماغ ولفتو، بقيت كنحس لا بالام لا حتى شي حاجه. المهم جيت، فكان خصني نطمن على العمليات اللي درت. مشيت قلبت، دخلت لجوجل، قلبت على طبيب اخصائي جراحه باطنيه، اخصائي امراض باطنيه غاسترو. لقيت واحد الدكتور مكسيكي في الوفاق عندنا في تمارا، مشيت لعندو قلبت، قال لي كل شيء على ما يرام. الحمد لله. النهار الثاني بديت كنحس بواحد الحريق هنا شويه في سنتي. مشيت عند احسن دكتور اسنان في الرباط، الدكتور المحمودي، قال لي سميره طبيعي انت يلاه ركبتي، عطاني واحد التريتمون اوريدي انا. المهم مشيت لذاك المكان الهادئ، المكان الراقي، المكان الجميل. اقامات سكنيه انا ما غاديش نقول 5 نجوم، انما يستحقوا 7 نجوم. جلست كيجي نوفل كيطلع ليا،
كيعيطوا ليا بشكل يومي. الادويه كيصيفطوهم لي، الدوياس ديالي كل نهار. الماكله قسما بعزه جلال الله الى من نهار وصلت انا لتركيا عند نوفل، انا عمري حطيت درهم، عمري حطيت يدي في جيبي ولا جبت درهم. نوفل تخيلوا ملي كنت كنمشي باش ينجروا لي السنان، وهذا كيجبد الفيزا كارت وكيعطي الدراري كيقول لهم ديوها تغدا، ديوها تفطر، ديوها تعشى، ما تخليوهاش بوحدها. هاد الدواء سيروا جيبوا ليها، هذه شهاده حق، هذه شهاده حق. خليني نقول لكم شنو جاي قبل، وانهم قبل ما ندخل البلوك قريت على العمليه، عطاوني الوراق وترجمتهم وقريتهم وجلست مع الطبيب وعرفت شنو قبل وشنو بعد. كنت مهتمه نعرف التفاصيل لان هذا الجسم ديالي، كنت مهتمه نعرف التفاصيل، خصوصا انني انا عندي ايموراجي، كانت عندي ايموراجي انترن وعندي الفتق وجايه من كسيده ورجليا مقصحه والروينه الكحله. عاد غنمشي لكم الفك اللي كان عندي منحرك من الحادثه وطاحوا لي السنان. ما علينا، يعني شوفوا ربي كيفاش هاد الصفرة هذيك باش دار فيها تاويل الخير. الحمد لله على نياتكم ترزقكم. المهم خرجت، مشيت جلست مده اسبوع في ديك الاقامه السكنيه. الناس اللي كانوا عندي في الواتساب هما اللي كانوا كيشوفوني كنحط ستوريات خفافه، اما في الانستغرام ما كنت كنحط حتى شي حاجه. ارتحيت بمعنى الكلمه. كناخذ الدوايات ديالي، كنمشي كنخرج، كنمشي ندير الدغيناج والماساج اللمفاوي، لانه مباشره من بعد عمليه ديال الشد والشفط والنحت والحقن خصك ديري الدغيناج والماساج اللمفاوي. الناس اللي ما عرفوش شنو هو الدغيناج والماساج، وصلت البودروم، مشيت لدار خويا، انا مشيتش لدار شي حد براني، مشيت لدار خويا، فخويا غادي يهتم بيا بزاف. والسيده يعني تهلاو فيا، كناكل الماكله في وقتها، كناكل الماكله الصحيه. انا بديت كنتواصل مع الطبيب، كنعرف شنو خصني ندير شنو ما خصنيش ندير. وانا غاده للمطار من اسطنبول غاده المطار اسطنبول، من العياده ديال نوفل لاسطنبول. عيط لي نوفل قال لي سميره وياك تعومي، وياك تقربي الماء، وياك تهزي تقل، وياك قلت له ما تخافش، يعني كان حريص وكيوصيني. ودخلت بديت كنقلب في جوجل، عيط الاطباء، فعرفت انه مباشره بعد عمليه الشفط والشد والنحت وياك تقيسي الماء، اللي قال لك نوضي دوشي لا غد ليك ثاني يوم ولا ثالث يوم كيضحك عليك وكيكذب عليك وباغي العمليه تخسر لك او الخياطه تخمج لك. تخيلوا جلست 20 يوم في بودروم، 20 يوم انا ما قصتش الماء، ما قربتش الماء، كنطرف حالتي لانجات الكريمات، كنطرف حالتي مزيان وما كنقيش الماء. يوميا نبيل خويا الله يكثر خيره وحق الله يلعن، يوميا كيمشي يجيب لي الدوايات الرشاشه والبومادات والكريمات. يوميا انا كنبدل الجرح. تخيلوا لك لكم يوميا ما غتثيقوش، يوميا كندير الرشاشه، يوميا واحد الرشاشه بحال ديك بيلفو. النساء اللي والدين راه يعرفوا شنو بيلفو. يوميا كندير الكريمات، يوميا كندير داك الالكول. تخيلوا في ظرف 20 يوم الخيوطه طاحوا ديال العمليه، الخيوطه ديال الغراز نزلوا قسما بالله. بدات الزروقيه كتنزل، الكشف الاول كانت منفوخه، ما حيدتش المشهد. باش نقول لكم واحد القضيه، انني كنت لابسه المشهد فما خصنيش نحيد المشهد. اللي حيدت المشهد من بعد 20 يوم ولا من هذا اختي غير اختي مي غديري الشفط ما غتوليش تاكلي اللي بغيتي. خصك تتبعي نظام غذائي، ماشي نظام غذائي صالح، نظام غذائي يكون صحي. بديت من الماضي نقول لك على الريجيم